نبيل الحلفاوي كبير بصاصين الأهلي على إكس. إذا تابعت صفحة الفنان نبيل الحلفاوي على موقع التواصل الاجتماعي إكس ستشعر أنك دخلت صفحة أحد نجوم الكرة السابقين وليس فنانا شهيرا، فلا يترك الحلفاوي فرصة إلا دافع فيها عن الأهلي أو تغنى بمبادئه وبطولاته وأظهر عشقه لكرة القدم. عرض الفنان نبيل الحلفاوي الوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم حتى استقرار حالته الصحية. في البداية هنقول اتولد الفنان نبيل الحلفاوي في 22 إبريل سنة 1947 بحي السيدة زينب، وتعلق بالحي التاريخي العامر بالحكايات والملاحم الشعبية الذي نشأ وعاش فيه. حلم الشاب نبيل بأن يصبح مهندسا، وبالفعل التحق بكلية الهندسة، لكنه تخلى عن ذلك الحلم بسبب رغبة أسرته، ومن ثم أجبروه على عدم استكمال دراسته في الكلية. رأت أسرته أن نبيل كان لابد أن يلتحق بكلية الصيدلة ليعمل مع أخواله الذين يملكون إحدى شركات الأدوية الخاصة، وبالفعل التحق بالكلية لكنه تركها سريعا بسبب عدم حبه لها. حلم آخر تخلى عنه الحلفاوي بعدما تمنى أن يصبح ملاكما مثل محمد علي كلاي مثله الأعلى، لكن الأقدار شاءت له طريق آخر. انضم الشاب نبيل إلى كلية التجارة، وفي إحدى المرات ذهب رفقة صديق له للمسرح بتاع الكلية لمشاهدة بروفا لإحدى زملائه. ويقول الحلفاوي واحد صاحبي كان بيحب بنت وذهبت معاه لمشاهدة بروفا لها على المسرح، وأعجبتني الأجواء للغاية، لذلك قررت الالتحاق بمسرح كلية التجارة. ذهبت إلى المخرج وطلبت منه المشاركة في العروض، وحصلت على أحد الأدوار لأنال إعجاب الجميع. وقال لي المخرج: أنت متأكد إنك ما مثلتش قبل كده؟ وأصبحت من البيت للمسرح ومن المسرح للبيت. أراد أخواله مرة أخرى أن يعمل معهم في شركة الأدوية، خاصة أن والده أستاذ جامعي صاحب مكانة مرموقة، وكان يعمل في دولة عربية شقيقة كما عمل في وزارة الصناعة، لكنه أراد استكمال مسيرته مع التمثيل لينضم إلى معهد الفنون المسرحية سنة 1970، إذ زامل محمد صبحي ولطفي لبيب وشعبان حسين وسعد أردش ويسري مصطفى ليطلق على تلك الدفعة دفعة المشاهير. تزوج الحلفاوي من الفنانة فردوس عبد الحميد، وأنجب منها ابنه خالد الذي أصبح فيما بعد أحد أشهر المخرجين السينمائيين في الوقت الحالي. انفصل الفنان نبيل الحلفاوي عن زوجته ليتزوج مرة أخرى من السيدة نادية، ويستمر الزواج حتى الآن. اقتحم نبيل الحلفاوي عالم الفن ليصبح أحد النجوم سريعا، وتخطت موهبته عالم الفن لينشر ديوانا عن الشعر خاص به، ليكتشف الجمهور موهبة جديدة للنجم الكبير. بدأ الفنان نبيل الحلفاوي مسيرته الفنية في نهاية السبعينيات بعدما شارك في عدة أعمال أبرزها مسرحية أنطونيو وكليوباترا ومسلسل الجريمة، وفي الثمانينات شارك في أعمال رائعة مثل فقراء لا يدخلون الجنة والعميل رقم 13، كما شارك في الجزئين الثاني والثالث من المسلسل الأسطوري رأفت الهجان. ولا ننسى دوره الرائع الشهاب زكريا بن راضي كبير البصاصين خلال حقبة المماليك، ليقدم مباراة تمثيلية أيقونية أمام الفنان أحمد بدير في رائعة الزين بركات للروائي جمال الغيطاني وإخراج يحيى العلمي. كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة، منها في السينما اغتيال مدرسة، الطريق إلى إيلات، العميل رقم 13، وعلى مستوى الدراما زيزينيا والملك فاروق وحكاية بلا بداية ولا نهاية ورأفت الهجان. ولا ينسى الجمهور مشهده في فيلم الطريق إلى إيلات الظاهر فيه وهو يوسع فتحة الديناميت الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد العسلية. ونشر أحد المتابعين صورة المشهد ووجه سؤالا: الصورة دي مش بتفكرك بحاجة قبطان؟ ليرد عليه الحلفاوي قائلا: طبعا ضحكة، ما لقيتش غير دي يا دكتور، ده أنا بشوفها أكتر ما بشوف ولادي. عن شغفه وحبه للكورة وللنادي الأهلي، أول ما شفت الكورة وأنا صغير كان في صالح سليم ورفعت الفناجيلي وطه إسماعيل ومحمود الجوهري وميمي الشربيني وطارق سليم وغيرهم، بس يا سيدي ومن ساعتها وانا بشجع النادي الاهلي. ده طبعا غير اللي جم بعد كده الخطيب ومصطفى عبده، وتتواصل المتعه والاحترام والانضباط والتقاليد مع العراقه والرياده. هنقول ايه ولا ايه؟ كلمات بسيطه تظهر مدى عشق الفنان نبيل الحلفاوي للنادي الاكثر شعبيه في الوطن العربي. اما عن فلسفته في تشجيع الاهلي، يقول الحلفاوي: ساظل اشجع الاهلي كما تعودت منذ صباي بنفس العشق والحماس، ساظل اشاكس واكايد رفقه العمر الزملكاويه كما تعودت منذ صباي، تحت سقف المحبة المتبادلة بدون تجريح شخصي أو شتائم. لا أحب المشاركة فيما هو خارج عما نشأت عليه، حتى وإن أصابني شخصيا الكراهية والمبالغة في العنف اللفظي تفوح منها رائحة مريبة. يفوت الفنان نبيل الحلفاوي فرصة للتعليق عن الأحداث المهمة، وقال تعليقا على رحيل رمضان صبحي في سنة 2019 إلى بيراميدز: كنت أتوقع تركه للأهلي
إن فضل الاحتراف خارجيا لم أتخيل أن يبقى في مصر ويغادر الأهلي. رمضان عاد لمستواه وأفضل عندما عاد للأهلي. أراه قرارا غير موفق، يمكن مؤثرات عائلية لا دخل، يمكن عموما أتمنى صعوده المستمر لصالح المنتخبات المصرية. معلق على العديد من الأحداث، منها العقوبة المالية مليون جنيه ضد إمام عاشور بعد مشادة قوية مع محمد الشناوي حارس المرمى. وقال الحلفاوي عبر منصة إكس مليون واضحة للأعمى، هي دي تربية الأهلي وتقاليده. وارد الغلط وجاي جاهز العقاب فالامتثال. عبر عن رأيه بشأن الرحيل المحتمل للنجم التونسي علي معلول من المبكر القطع فيما يخص أيقونة الأهلي ومعشوق جماهيره علي معلول، وعموما لا أجد ما يستدعي نقاشا أو خلافا لسبب بسيط. الأهلي ومعلول في خندق واحد ومصلحتهما واحدة. التجديد الأخير سيقدم الإجابة، والملعب سيحدد الأنسب لعلي معلول، وهو نفسه ما سيكون الأنسب للأهلي. وأيا كانت الإجابة فمكانه بين أساطير الأهلي قد تم حسمه مسبقا. وفي أحد المرات دخل الفنان نبيل الحلفاوي في نقاش حاد مع الإعلام إبراهيم عبد الجواد بعدما فاز الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في بداية الموسم الحالي. وأعاد الفنان نبيل الحلفاوي نشر تصريحات عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إكس، طلب ما يتصعبش عليك نفسك لما تعمل فيها كده علنا. رد إبراهيم: أحب أفهم من حضرتك يا قبطان، أصعب عليا نفسي في إيه؟ ورد الحلفاوي مرة أخرى: السوبر إيه علاقته ببطل القرن؟ ده لو كان بطل دوري الأبطال ملوش علاقة ببطولة القرن. المفروض حضرتك تحرص على نفسك كإعلامي أكتر من كده. ولا يترك الفنان نبيل الحلفاوي أن يتغنى بأسطورة الأهلي محمود الخطيب كلاعب وإداري. وقال الحلفاوي تعليقا على وفاة حسن الشاذلي: أيام الشاذلي كانت نادي الترسانة من الأندية الجماهيرية، وكان يخشى جانبه من قبل الأهلي والزمالك. وكان الشاذلي أحد الهدافين الكبار في مصر وأفريقيا. كان الشاذلي لدماسة خلقه وموهبته ضمن مجموعة حظيت بعشق الجماهير على اختلاف انتماءاتها، مثل الخطيب وشحاتة وأبو جريشة وحمادة وحازم إمام وغيرهم. كما وجه إليه رسالة تهنئة بعد فوز المارد الأحمر للفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي الموسم الماضي. ألف مبروك لأسطورة الأهلي، عاشق الأهلي، فخر الأهلي. نعلم كم تحملت صحيا وذهنيا ونفسيا للحفاظ على راية القلعة الحمراء عالية ولإسعاد جماهيره العظيمة. سأستعير ما قلت لنا يوم اعتزالك. ألف شكر ألف شكر. والكلام للكابتن والنجم الكبير رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. كما شبه المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي اللي تألق مع الأهلي خلال الموسم الماضي وحصل على هداف الدوري، لفت نظر التشابه الشكلي. أظن وساما هو الأقرب شكلا للخطيب عندما كان في مقتبل العمر. وطبعا بنتمنى ان الفنان الكبير نبيل الحلفاوي يعود سالما من الواقعة الصحية اللي وقع فيها. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.